أتمنى أن تسمع هذا الحديث بقلبك. تنصب الموازين يوم القيامة فيؤتى بأهل الصلاة والصيام والزكاة والحج، أصحاب العبادات، فيوفون أجورهم بالموازين، ثم يؤتى بأهل البلاء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، واربط على قلوبنا إن شئت ذلك يا رب العالمين. قال فثم يؤتى بعد أن توزن أعمال أهل الصلاة والصيام والحج والزكاة، يؤتى بأهل البلاء فلا ينصب لهم ميزان ولا ينشر لهم ديوان، ويصب عليهم الأجر صبا بلا حساب. الله أكبر. ما توزن أعمالهم وتصب عليهم الأجر بلا حساب. ثم قرأ قول الحق جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هناك هل يبقى من الأحزان شيء في القلوب؟ هل يبقى إذا وزنت الأعمال دمعا في العيون؟ هل يشتكي أحدهم رحيل حبيب أو تفطر فؤاد؟ لا، تترمم القلوب هناك. يا أخي لو واحد يعطيك من ملوك الدنيا يقول أنت لك مليون وأنت لك مليار وأنت لك تريليون، أما أنت يا فلان فخذ من الخزائن ما تشاء، أيهم يحبه أكثر؟ إنه الأخير. ولذلك الله إذا رأى في العبد تسليما أعطاه بلا حساب، لأنه الغني جل وعلا بلا حساب. ولذلك في الحديث الذي رواه الترمذي قال: يود أناس، أي لما يروا أن أعمال أهل الصبر والبلاء صبروا ورحلوا. والله يا أحبابي بعض الناس رحل ما بعد ضحك في يوم ضحكه، والله بعضهم ما صفت له ليلة، والله بعضهم يا أخواني مر عليه على جسر حياته الآلام، لكن في وجهه الرضا. كل من مرض إلى مرض، ومن موت ابن إلى بنت، ومن رحيل الأموال، ومن الديون، ومن مستشفى لمستشفى، ولا زال يتقلب بين الآلام وبين الأبر والحقن والأشعة، ومع ذلك تجد في وجهه مسحة الرضا، حتى تشخص عينه إلى الله ويرفع السبابة موحدا، ثم ترى في وجهه مسحة من نور، كأنما على وجهه تجري الشمس في مفرقه، لأنه رأى المكان. سلام عليكم بما صبرتم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. ولذلك أولياء الله الأصفياء الأتقياء الدنيا ميدان ابتلاء لهم. ولذا يقول الحبيب: يود أناس لو أن جلودهم كانت تقرض بالمقاريض لما يرون من ثواب أهل البلاء. ولذلك يقول أهل العلم يقولون: سبحان من جعل البلاء رحمة. إي والله. ولكن لا تسأل الله البلاء، اسأله العافية، اسأل الله العافية. لكن إذا ابتليت فاصبر، قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم.